الدنيا مقلوبة من يومين على فيديو لحوت أوركا هجم على مدربة اسمها جيسيكا راتكليف، لكن خلينا نتفق في الأول كده إن الفيديو ده مزيف ومعمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي. أنا بقى النهاردة جايب لك 7 من أشهر وأكبر الهجمات الحقيقية اللي حصلت من حيتان ودلافين وكائنات بحرية على المدربين قدام الجمهور، حوادث حقيقية موثوقة مش فيديوهات مزيفة. فصلي على النبي كده ويلا بينا. في يوم 8 يوليو 2002 كانت مدربة اسمها تيماري توليسون عندها حوالي 28 سنة شغالة في عرض الأوركا في سي وورلد في سان دييغو. كانت بتتدرب مع 2 أوركا اسمهم أوركيد وسبالش. فجأة أوركيد مسكت رجلها وسحبتها تحت المية، وبعدها سبالش دخل معاها في الهجوم وسحبوها أكتر لتحت. المدربة بدأت تصرخ بصوت عالي قوي والجمهور اتوتر، والمدربين اللي معاها حاولوا ينقذوها بسرعة. واحد من زمايلها فتح باب بيوصل لحوض فيه أوركا تالتة اسمها كاساتكا، وده شتت أوركيد وخلاها تسيبها. الحمد لله المدربة طلعت عايشة، بس دراعها اتكسر كسر صعب قوي، كسر مركب، واضطروا يحطوا لها مسامير علشان يثبتوا العظم. بعد الحادثة دي سي وورلد وقفت أي تدريب جوه المية مع الأوركا لفترة طويلة، وحطوا قوانين أمان أكتر. سنة 2004 كان في عرض في سي وورلد سان أنطونيو في تكساس. المدرب ستيف إيبل نزل المية مع أوركا اسمها كيكوت أو كاي. فجأة ومن غير أي إنذار الأوركا بدأت تزقه تحت المية، وكل ما يحاول يطلع يتنفس تنزل بيه تاني لتحت. الموضوع استمر كذا دقيقة، والجمهور والمدربين التانيين اتوتروا جدا. ستيف كان بيحاول يهدي الأوركا ويحافظ على هدوءه علشان يعرف يتصرف، وفي الآخر قدر يسيطر عليها ويطلع على السطح. الحمد لله طلع سليم من غير إصابات خطيرة. بعض الناس اللي بيشتغلوا مع الأوركا قالوا إن ممكن يكون السبب إن كاي كان في مرحلة بلوغ، والهرمونات عنده كانت مخلياه عصبي ومتوتر. في يوم 15 نوفمبر 2006 كان في عرض في استاد شارمو في سي وورلد في سان دييغو. المدرب الكبير بيريان روكيتش كان بينفذ مشهد مع الأوركا الأنثى أوركيد اللي تقريبا كان عندها 18 سنة في الوقت ده. فجأة بدون تحذير أوركيد مسكته من رجله وسحبته لحد قاع الحوض، وفضلت سحباه لتحت حوالي 26 ثانية. المدربين التانيين لما حسوا إن في خطر بدأوا يخبطوا في المية علشان يدوا إشارة للأوركا ترجع قدام. أول ما الأوركا سمعت الإشارة سابت المدرب وخلته يطلع لفوق، وبعدها بان إن رجله حصل فيها تمزق في أربطة الكاحل، بس هو قدر يطلع من الحوض من غير ما يروح المستشفى. الحادثة دي كانت صدمة، ومن بعدها سي وورلد قررت يكون فيه 5 مدربين بدل 2 في العروض وفي التدريب جوه المية علشان السلامة. في نوفمبر 2006 كان في عرض في سي وورلد في سان دييغو، والمدرب كين بيترز بيشتغل مع أوركا اسمها كاساتكا. فجأة ومن غير أي إنذار كاساتكا مسكت كعب برجله وسحبته تحت المية، فضلت ماسكاه شوية وبعدين طلعته لفوق، لكنه ملحقش يهدى، رجعته تاني لتحت وقعدت حوالي دقيقتين ماسكاه قبل ما تسيبه. الجمهور اتوتر والمدربين التانيين حاولوا يتصرفوا بسرعة واستخدموا شبكة أمان عشان يفصلوه عنها. لما كان طلع من المية رجله كانت متعورة وفيها عضات من سنانها، وكمان حصل له كسر في رجله. أخدوه المستشفى وقعد كام يوم واتعالج. يوم 24 فبراير 2010 في سي وورلد في أورلاند المدربة دون برانشو كانت بتعمل عرض اسمه تناول العشاء مع شامو. ده عرض بيبقى الناس قاعدة بتتغدى وفي نفس الوقت الأوركا قدامهم في الحوض. الأوركا اللي معاها كانت تيليكيم، ذكر ضخم ووزنه أكتر من 5 طن، وكان معروف إنه مش هادي خالص. بعد ما العرض خلص دون كانت واقفة على طرف الحوض بتلعب مع تيليكيم، وفجأة مسكها من شعرها وشدها مرة واحدة ونزل بيها تحت المية. بدأ يلف بيها جوه الحوض بعنف، وكل اللي حواليها اتصدموا ومحدش عارف يتصرف لأنه كان ضخم وقوي جدا. للأسف دون اتعرضت لإصابات خطيرة جدا وكسور في الفك والعمود الفقري والضلوع، وكمان غرقت. الحادثة دي هزت العالم كله وفتحت كلام كتير عن خطورة إن المدربين ينزلوا المية مع حيوانات مفترسة زي الأوركا. بعد كده سي وورلد وقفوا الحتة دي من العروض تماما. في يوم 9 ابريل 2022 كانت المدربة بتقدم عرض مع الدولفين سان دانس في عرض اسمه عرض الزعنفة قدام الجمهور. في لحظة الموقف اتغير فجأة، المدربة مسحت على دولفين سان دانس بإيديها بالغلط، وده سبب له وجع كان باين. الدولفين اتجنن شوية ورماها بقوة في نص المية. الجمهور اتوتر جدا والمدربة جريت تخرج على طول. خرجت من المية وهي مهزوزة وكانت بتعبر عن الصدمة، وركعت على الحافة لحد ما خلصوا العرض. بعدها نقلوها بسرعة للمستشفى، بس الحمد لله ما كانتش إصابات خطيرة. بعد الحادثة عملوا تحقيق وطلعوا بحاجة زي المدربة جرحت سان دانس بالإيد بالغلط، والدولفين اتوجع ورد عفويا، وده كان أول مرة يحصل في التدريب. لكن في دكتورة كانت بتشتغل هناك قبل كده قالت كلام مختلف،
مش حادث عادي، ده عدوان، والمخلوق ده عمل نفس الكلام قبل كده، يعني في سوابق لسلوكيات عدوانيه للدولفين ده. كمان تقرير حكومي كشف انهم قللوا اكل الدلافين فجاه بنسبه كبيره وتخلاهم مرهقين وسلوكهم اتغير، يعني ممكن يكون نقص الاكل هو سبب الهجوم ده. سنه 1991 في كندا كان في مدربه سباحه شابه اسمها كيلتي بيرن، في يوم وهي ماشيه قريب من حوض الاوركا رجلها اتزحلقت فوقعت في الميه، بدل ما الاوركا تساعدها وتبعد عنها اكتر من واحد منهم شدها لتحت الميه وما كانوش سايبينها تطلع تتنفس. كيلتي حاولت تعوم وتفلت منهم، لكن كل مره كانت بتوصل السطح الاوركا تسحبها تاني لتحت. للاسف مفيش حد قدر يلحقها وغرقت قدام الناس. الحادثه دي هزت المكان كله وخلت الكل يعيد حساباته عن خطوره الحيوانات. في الاخر العروض دي مهما كانت ممتعه ومبهره بتبين ان العلاقه بين المدرب والحيوان مليانه ثقه وحب. الحقيقه اننا بنتعامل مع كائنات بريه قويه وغامضه ورد فعلها ممكن يتغير في ثانيه. الحوادث اللي حصلت دي بتفكرنا ان احترام طبيعتهم والحذر منهم اهم بكتير من اي عرض او تسقيف.